حاكمينها، ينفخوا غير في العجلات كما كانوا يديروا جماعة السيارة. ثاني حاجة قال لهم لازم نلقوا بديل للعملة الدولار. هذه الناس اللي يعرفوا سمعوها زيتي شوكي. الناس اللي ما يفهموش الاقتصاد بانت لهم عادي، تبون غادي يحارب الدولار. تعرف باللي الدولار ان امريكا قادر تحرك النووي على جل؟ هل تعلم هذا الشيء ولا ما بالك؟ عملة الدولار لو كان تخرب فيها يضربونا بالنووي. انت تروح لروسيا اول حاجه وقت حرب والعداء الغرب كله ضد روسيا، انت تروح توري شطارتك باللي انت راك مع روسيا. قاعد اقعد بلد محايد، قعد من بعيد، عاون روسيا وعاون امريكا وسيس هذا وسيس هذا، بصح قعد سياستنا محايده. احنا لو جوست ميليو احنا ما عندناش اقتصاد سليم، ما عندنا والو، اون ديبون توجور دو لامبورطاسيون. يقولوا عليك لامبورطاسيون تموت. كيفاش تدخل انت في صراعات كيما هذه وتنحاز وتروح تنحاز الى روسيا وتخلي امريكا واوروبا نورمال بانت لك هذه السياسه؟ هذه وجهه نظري انا. نبقى الجزائر محايده. شوف من ناكل مع الديب ما نبكي مع الراعي. خويا نقعد كيما سويسرا ما ندخلش روحي. خويا انا صاحبكم كاع كيما راكم، ندير الامن معاكم كاع كيما راكم، ما نربحش العداوه، نربح الملاحه مع كاع الناس. تروح تقول نعطوا البديل للعمله الدولار، هذا اعلان حرب على امريكا، وهذا سيكلف الجزائر ثمنا باهظا في المستقبل. واش صرا؟ بعد ما هدر هذه الهضره ورجع، واش صرا؟ عند دولة اللي قدامنا المغرب، امريكا قدمت اجهزه عسكريه مجانا لدوله المغرب. بطل. سي لا ريبونس. سي لا ريبونس ديريكت. اللي ما فهمهاش ما فهم والو في السياسه. سي لا ريبونس. فهمت؟ بيان سور. وانا نقول لك حاجه واحده للشعب الجزائري ربما ما يعرفهاش. الان امريكا غادي دير ضغط على الامم المتحده حتى تستعرض بالصحراء المغربيه سكاره في الجزائر. انتم حيين وانا حي. دوك تشوفوا واش رايحين يديروا، لان في ازمه حرب وعلاقات وضرب الاقتصاد العالمي. قلت ما تهضرش بالهضر، قلت لك ماهوش مسؤول في البنك هذا، يبدا غير يطرش. لهذا انا دائما نخاف كي يبدا يهضر. بدنا 60 داهيه في روسيا تهضر هذه الهضره. ربي يجيب الخير. لازم قلت لكم لازم شوف باش نفهموا حاجه. هو من المنظومه الفاسده القديمه، نحبوا ولا نكرهوا. تبون ماهو سليم، تبون فاسد في منظومه 20 سنه فاسد. كيفاش يولي رئيس؟ الهيستوريك تاعك خامش، ما تقدرش تكون رئيس. لازم رئيس نظيف، رئيس ما عندوش علاقه مع العصابه، رئيس راجل يجي يخدم الجزائر. هذا نعاونوه. حطوا رئيس يتفقوا عليه الشعب الجزائري، نخدموا بلادنا على العين والراس. 2024 ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اما هذا من المنظومه الفاسده القديمه، كي ولا رئيس ولا صحابي ما يختارش يولي فاسد، يقعد فاسد. انا ما يجيش يلعبوا هذه. انا قلت لكم هذه اللفعه بدلت جلدها فقط. نفس المنظومه الفاسده جيناوهم هذو وخروهم، جابوا ناس واحد اخرين خدموا نفسهم وراهم يخدموا في المصارف تاعهم. ما تبدلت حتى حاجه. هذا عبد الله الدين قايم راه في الرئاسه. ما يتسرعوش في الاحكام تاعهم، ما يتسرعوش في القرارات تاعهم، يوزنوا كلامهم قبل ما يهضروا. لان انت تتكلم العالم كاع راه يشوف. احرز روحك واش تتكلم. واش تقول لي؟ مانيش نتكلم مع جماعه شباب في الشارع